السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبايبي المشاهدين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده جايلكم فيديو جديد، وصفة جديدة تعجبكم بإذن الله. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض كيكة البرتقال بطريقة سهلة وبسيطة في قلب البيت، وكل مكوناتك من قلب بيتك ان شاء الله. وانا هنشتري بقى العلب الجاهزة دي نعملها ولا حاجة، لا انت تعمليها بأقل التكلفة في بيتك. طبعا انتوا عارفين حاجة غليت دلوقتي، يبقى الحاجة اللي نعملها في البيت احلى واحسن وانضف، وعامله حاجة حلوة لولادك وكويسة. بعد العلبه اللي انت بتجيبيها من بره، ما انت بتضيفي لها اضافات برضو، لا انت هتعملي من قلب بيتك كل حاجه، وهتطلع معاكي حلوه وجميله باذن الله. هنسمي باسم الله ونصلي على الرسول ونبدا المقادير والطريقه. انا معايا دول كوبايتين دقيق، معايا دي كوبايه عصير برتقال، معايا هنا دي فانيليا، معايا هنا بيكنج باودر، ومعايا كوبايه سكر. دي برتقانيه هي برضو، بس انا حطاها يعني كده عشان اوريكم يعني انا عاملاها بالبرتقال. دي 2 بيضة، ودي ذرة ملح. ماشي، هنحط كل المكونات اللي هي السايلة مع بعض في قلب الخلاط. طبعا معايا كوباية الا ربع زيت كمان، كنت ناسياها معلش، انا جبتها اهو. هنحط بقى كل المكونات السايلة كلها مع بعض. بعد كده هنضيف الدقيق. ادي هنحط الزيت اهو، دي كوباية الا ربع زيت، كوباية السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. كوباية العصير البرتقال. بس احط الفانيليا واحط البيضة وارجع لكم. ادي الفانيليا اهي، الفانيليا مع البيض اهو. هنحطهم بقى هنا في الخلاط برضه اهو. ما شاء الله، ادي البيضتين اهو. يبقى كده هضرب كله في الخلاط وهرجع لكم. زي ما انتم شايفين اهو، بضرب كله في الخلاط اهو. بعد ما يتضرب خالص هوريهولكم. طبعا افضل اضرب فيه لغايه ما اللون يتغير بتاعه. طبعا زي ما انتم شايفين اهو اللون اتغير ازاي اهو، ما شاء الله. هحط بقى، هنزل بذره الملح اهي، ذره الملح اهي. هحط بقى بيكنج باودر معلقه اهي، معلقه كبيره. طبعا عشان ده سايب انا هحط معلقه كبيره برضو اهو اهو. احط برضو نقطه خل، معلقه خل. طبعا هنقلب كله مع بعض كده زي ما انتم شايفين اهو. كل المواد اللي هي الجافه هنقلبها مع بعض، والمواد السائله ضربناها كلها في الخلاط. هقفل بس البيكنج باودر. احنا هنقلب كده اهو زي ما انتم شايفين. حطيت ذره الملح وحطيت البيكنج باودر والدقيق موجود اهو، وهنزل بقى بايه، بالخليط اللي انا عملته. هتقول خليط كتير؟ لا مش كتير اهو، ما شاء الله. هنقلب بقى في اتجاه واحد برضو. معلش انا ماسكه التليفون بايد وبقلب بالايد الشمال. هجيب بس الحروف كده وارجع لكم. طبعا هقلبها حلوه اهو زي ما انتم شايفين اهو. بص ما شاء الله، تتقلب حلو قوي ما شاء الله عليها. هكملها طبعا برضو زي ما قلت لكم وهرجع لكم. انا قلت اوريها لكم وانا بقلبها اهو. حطيته على الحامل، هو مش حامل يعني زي ما انتم شايفين، هو ده كان بتاع استريتش وفيديو، وبعمل انا عاملاه حامل لاني بصراحه جبته قبل كده واتكسر مني. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بصوا طبعا مش هنقلب كتير فيها قوي علشان ما تقلبش زي العيش كده برضه. هي كده بسم الله ما شاء الله. بصوا ما شاء الله. ايه رايكم؟ انا هنا معايا صينيه اهي مبطناها
حاطه لها زيت، مبطناها بالزيت، او عندك سمنه، زيت، اي ماده دهنيه عندك، وحطيت لها ورقه زبده اهي زي ما انتم شايفين، قطعتها وخليتها على قد الصينيه اهو. هفضيها بقى وهوريها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك، اللهم احسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب ان شاء الله، احنا وامة محمد اجمعين والعالم كله. اللهم نجح الطلبه كلهم يا رب، يا رب نجح الطلبه كلهم يا رب، ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض يا رب من امة محمد اجمعين والعالم كله. اللهم ارحمنا وارحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين يا رب العالمين. استغفر الله العظيم كل ذنب عظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خلاص كده انا خلصتها اهو. بسم الله ما شاء الله. فضيها بقى زي ما انتم شايفين، حبيت افضيها بقى قدامكم اهي. بسم الله ما شاء الله اهي. هنزلها بقى اهي. همسح بقى الطبق كده او البوله وهنزلها واوريها لكم اهو. هفوت عليها كده المعلقه زي ما انتم شايفينها كده اهو، علشان لو في هوا في حاجه اهو. في حاجه هي موجوده اهي ما شاء الله. انا خلصتها خالص. هديها بس رزعتين اهو كده ماشي. احطها بقى ايه، هولع الفرن على درجه حراره 180، الرف اللي في النص، بس هخليه الاول 10 دقايق قبل ما ادخلها. انا كنت مولعه الفرن بقالي 10 دقايق اهو، دلوقتي دخلتها على الرف اللي في النص على درجه حراره 180. بعد نص ساعه هختبرها. خلصتها خالص اهي يا جماعه زي ما انتم شايفينها، بس هي احمرت مني شويه، الفرن عندي حامي. انا خلصتها اهو. اقطعها بقى واطلع لكم منها يعني خرطه واوريها لكم. طبعا دي بعد ما عدت نص ساعه، يعني حوالي ساعه الا ربع كده، خدت معايا ساعه الا ربع اهو يا جماعه. انا خلصتها خالص بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفينها اهي. بصوا عاليه ازاي، وبصوا اللون الاصفر ازاي، بسم الله ما شاء الله، تحفه يا جماعه والله. بصوا ما شاء الله عاليه خالص اهي ما شاء الله. بصوا ما شاء الله، بصوا سفنج ما شاء الله. هي بس ايه احمرت مني شويه، بس تحفه اهي. ان شاء الله بقى تعجبكم وجربوها وتعملوا زيها باذن الله. احلى مشاهدين في الدنيا، اجمل مشاهدين، حبايبي واخواتي واصحابي. طريقه كيكه البرتقال في الخلاط تحفه تحفه بجد يعني. لو عجبكم بقى الفيديو اشتركوا في القناه ودعموه ودوسوا على الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اللي محطش بقى لايك دلوقتي يحط، اللي مشتركش يشترك. حطوا بقى لايك وشجعوني انا بيكم، وربنا يكرمكم يا رب ان شاء الله. احنا ان شاء الله تاني يوم صيام في رجب النهارده، صمنا الاثنين والنهارده الخميس ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. طبعا مش هقدر ادوقها معاكم لان انا صايمه الحمد لله، وربنا يقوي كل صايم يا رب ان شاء الله، يقوي الناس كلها باذن الله. اللهم امين يا رب. ان شاء الله باذن الله تعجبكم كده وجربوها وتقولوا رايكم فيها ايه. احلى مشاهدين في الدنيا، اجمل مشاهدين، حبايبي واخواتي واصحابي. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.